السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، وحشتوني كتير 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 جدا. يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أنا في مكان بقاله أكتر من 60 سنة، مكان معروف باسمه بركة الملك. المكان ده بيطلع دايما في التلفزيون، بيطلع في مسلسلات كتير، ومعظم المسلسلات الصعيدي بتيجي تتصور هنا والناس فاكرة إن هو في الصعيد. ايه هو المكان ده اللي هنشوفه النهاردة مع بعض. بس قبل ما نبدأ بقى متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك الجميل. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي أنا في مكان اسمه مكان بركة الملك. المكان ده أكتر من 60 سنة كان بيجي فيه الملك فاروق. دي هرم دهشور، وبعديها هرم السقارة، وبعد هرم السقارة هرم أبو سير، وبعد أبو سير الهرم بتاع الجيزة. البركة دي كانت بتاع فاروق، خدها منه لما جو طلعوه من مصر، خدوها منه ماضي عن سيبها، مسكها جيش، مسكتها الفرقة التاسعة، سلمتها للنادي الرماية. جت فلانزا الطيور، كانوا بيملوها للطيور، جت فلانزا الطيور منعوا المية عنها الآن. كانت فيها ميه وبتاع وطيور وبتاع زي بركه قارون. دلوقتي مفيش ميه، ولا بتنزلها ميه، ولا حد يصطاد ولا حد. كانت هنا عبارة عن بركة مليانة مية، وكان دايما بيجي فيه بط وطيور وحاجات كتير بتعدي من هنا وبتطير من هنا. فكان بيجي الملك فاروق بالحاشية بتاعته ويجوا يصطادوا هنا بالبنادق ويصطادوا البط والكلام ده. حاليا كنا بننزل، كنا شباب زي الشباب اللي انت شايفها دي، ننزل نلم البط وننزل البتاع، اللي يدفع 5 جنيه، اللي يدفع 10 جنيه، اللي يدفع. كانت المياه تتدفق إلى البركة منذ شهر يناير وحتى شهر مارس، وبعد مرور تلك الأشهر تختفي المياه تدريجيا ويتبقى القليل منها مكونة بركة صغيرة منفصلة. المكان ده بيجي فيه معظم المسلسلات اللي هي بتبقى كلها في الصعيد، بتيجي تتعمل هنا على أساس إن هم في الصعيد. بركة الملك دي موجودة في دهشور، مكان أكتر من 50 فدان ومحدش يعرف عنه حاجة خالص. وزي ما قلت لكم انا هوريكم حاجات محدش يعرف عنها حاجه. المكان هنا كان مليان ميه، وتقدروا تقولوا لحد دلوقتي بيجي فيه ميه، بس بتيجي مواسم. فانا النهارده جيت في الوقت اللي هو ما فيهوش ميه، ربنا يقدر ونبقى نيجي في وقت تاني يكون في ميه اصورها لكم بالميه. المكان قريب من هرم سنفرو اللي هو هرم سقارة، هو انتوا شايفينه وراح فين. اهل المنطقه دول بيجوا يتفسحوا، يجوا يقعدوا شويه، يعني بيرفهوا عن نفسهم. مفيش حته ترفه فيها عن يعني حوالين المنطقه كلها. يعني اوسع حته هنا ديت حوالي 550 فدان، هي دي البركه 550 فدان.
30 جد هاجر من عام حرب 11 من الحرب الاولى. استقروا وقعدوا هنا، واللي بقى مصريه دلوقتي. كانوا اهالينا كانوا هم الغفر بتاعت البر من ايام الملك، ومن ضمن الملك مدي العموديه لجدنا، يعني هو اداله العموديه اياميها، فضل لحد كان عمده لحد ما مات. دخلوا مع الفلاحين، فالوقت اللغه راح، لغه العرب مع الفلاحين خلاص، المعامله بقت مش زي الاول. عربي مثلا كان قافل ما كنتش تفهم منه اي كلمه. زي ما انتم شايفين يا جماعه الهرم اهو. المكان ده كله من اول هنا خالص، كل اللي انتوا شايفينه ده كله المساحه دي، ولسه ورا كمان اهوت، كل دي البحيره. كل دي بتتملى ميه، بس بيبقى في وقت معين من السنه. بيجوا بقى من الهرم، من اهرامات الجيزه، بيجوا بالجمال او بالفرسان، يجوا ايه ماشيين كده، او بيقطعوا في ناس فوق بيقطعوا تذاكر، يعني بيقطعوا تذاكر هناك، بيقطعوا لهم تذاكر، بس ناحيه الشرطه هناك كده، يعني عند الشرطه. البحيرة دي كانت موجودة قدام هرم دهشور اللي هو هرم سنفرو. زي ما انتم شايفين يا جماعة الهرم اهو. الهرم ده ليه قصة كبيرة، ويعتبر كان رمز من رموز نقل الحضارة. كل التفاصيل عنه هتعرفوها في فيديو تاني، عشان كده لو انت مش مشترك في القناة فعل زر الجرس واشترك في القناة وانزل اتفرج على الفيديوهات، هتلاقي فيديو عن الهرم. احلى حاجة في الدنيا انك تسافر وتعرف حاجات جديدة وتعرف اماكن جديدة وتروح حاجات يعني يمكن محدش غيرك يروحها او محدش يعرف عنها حاجة، وانك تسعى وتروح وتشوف حاجة جديدة، دي متعة لوحدها. وطبعا مع المتعة التانية انكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، ويا رب الفيديو يعجبكم. وكل فترة هتلاقوا بنزل فيديو جديد كده. واي حاجة انتوا يعني اي حد من اي مكان عنده حاجة محدش يعرف عنها حاجة، تواصل معايا، هتلاقي الانستا والفيس تحت، وانا هاجي مخصوص لحد عندك واصور معاك. يلا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. كل سنة وانتم طيبين.